هل سبق لك أن تساءلت عن جذور الصراع بين المغرب والجزائر؟ هل هو مجرد خلاف سياسي عابر أم أن له جذورا أعمق تمتد لعقود؟ في هذا الفيديو سنخوض رحلة عبر الزمن لنفهم كيف بدأ هذا الصراع، وما هي أبرز محطاته، وكيف أثر على شعوب البلدين. ابق معنا حتى النهاية، فقد تكتشف أمورا لم تكن تعرفها من قبل. العلاقة بين المغرب والجزائر لم تكن دائما متوترة، بل كانت هناك فترات من التعاون والتقارب، خاصة خلال فترة الاستعمار الفرنسي. المغرب دعم الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، واحتضن العديد من قادتها وقدم لهم الدعم العسكري والسياسي. ولكن بعد استقلال الجزائر عام 1962 بدأت الخلافات تظهر على السطح، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود. أحد أبرز الأحداث التي كرست هذا التوتر كانت حرب الرمال عام 1963 التي اندلعت بسبب نزاع حدودي بين البلدين. كانت هذه الحرب قصيرة، لكنها تركت جرحا عميقا في العلاقات الثنائية، حيث شعر المغرب بالخيانة بعد دعمه للثورة الجزائرية، بينما رأت الجزائر أن المغرب يسعى لتوسيع نفوذه على حسابها. في عام 1975 بدأ فصل جديد من التوتر بين البلدين عندما أعلن المغرب عن المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء الغربية التي كانت تحت الاستعمار الإسباني، بينما كان المغرب يعتبر الصحراء جزءا من أراضيه. دعمت الجزائر جبهة البوليساريو التي طالبت باستقلال المنطقة. هذا النزاع لم يكن مجرد خلاف سياسي، بل أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية في عدة فترات، ووقف التعاون الاقتصادي، وحتى إلى مواجهات عسكرية غير مباشرة. الجزائر احتضنت قيادات البوليساريو، بينما عزز المغرب دفاعاته في المنطقة، مما جعل الصحراء الغربية واحدة من أكثر المناطق تترا في العالم. قد يعتقد البعض أن هذا الصراع يؤثر فقط على الحكومات، لكن الحقيقة أنه يطال الشعوب بشكل مباشر. هل تعلم أن الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1999؟ هذا القرار أدى إلى خسائر اقتصادية ضخمة، حيث كانت الجزائر والمغرب تستطيعان تشكيل قوة اقتصادية مشتركة لو لم يكن هناك هذا التوتر. التجارة، السياحة والاستثمارات كلها تضررت. بالإضافة إلى ذلك، هناك آلاف العائلات المتفرقة بسبب الحدود المغلقة، حيث لا يستطيع أفرادها زيارة بعضهم البعض إلا عبر دول أخرى. كما أن التوتر السياسي انعكس على الثقافة والفنون، حيث تراجع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية. رغم كل هذه العقود من الخلافات، لا يزال الأمل موجودا. هناك محاولات لإعادة فتح قنوات الحوار، خاصة مع الضغوط الدولية والمصالح الاقتصادية المشتركة. هل يمكن أن نشهد في المستقبل تقاربا بين البلدين، أم أن الخلافات السياسية ستظل حاجزا أمام تحقيق الوحدة المغاربية؟ ما رأيك أنت؟ هل تعتقد أن العلاقات بين المغرب والجزائر ستتحسن في المستقبل؟ شاركنا رأيك في التعليقات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلك مواضيع أكثر إثارة.